اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المنظر يا جماعة بيتكلم عن نفسه، يفتح النفس. أحلى طاجن سجق بتاع أكبر المحلات، جبتلكوا السر بتاعه لأنه غالي جدا بره وإحنا عملناه في البيت. بصوا الجمال على رغيف بلدي بقى كده وتاكلي حاجة كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك قمر. آدي هنا طاجن السجق يا جماعة في الصينية هنا أهو. أهو بصوا بيتكلم عن نفسه بجد والله، كان طعمه حكاية. طريقته سهلة جدا وبيتباع غالي جدا بره. لما بنخرج بيبقوا عايزين ولاد يجيبوه غالي جدا، اسعاره غالية جدا في المحلات. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي. هنا يا جماعة انا معايا كيلو الا ربع سجق، رحت مشوحاه كده اهو لحد ما بقى بالمنظر ده. وفي نفس بقى المادة الدهنية اللي نزلت من السجق انا ما حطيتش اي دهون، واروح مقطعة بطاطس، 3 بطاطسيات مكعبات، وانزلي حمريهم في قلب المادة الدهنية دي اللي نزلت من السجق عشان البطاطس تاخد طعم السجق يا جماعة. انتوا عارفين ان السجق بيبقى متبل. وهنا بعد ما شلت البطاطس في نفس الطاسة بقى رحت مزودة معلقة سمنة لان المادة الدهنية قلت، ورحت نازلة بتاع معلقة توم كده يا جماعة، اهو مفرومة او تدقيها زي ما تحبي اهو، وتروحي مشوحاها في قلب المادة الدهنية مع معلقة السمنة اللي انا نزلت بيها ديت اهو. وشم الروائح والفحفحة والجمال بقى يا جماعة، بجد كانت ريحتها جايبة بصوا اخر الشقة. حاجة كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنعمل كل حاجة في بيتنا بدل دلوقتي ما الدنيا بقت غلا. وهنا يا ست البنات بقى قطعي طماطمايه كبيرة مكعبات، على بصلاية جوانح، وفلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر، وانزلي على التومة اللي احنا شوحناها ديت اهي. وانزلي شوحي الخضار ده كله كده اهو يا ست البنات اهو في قلب ايه التومة ديت. وشم الريحة بقى، انا عايزه الخضار ده يبتدي يدبل معايا بس سيكه كده. طيب بعد كده يا زوزو هتعملي ايه اهو؟ بصوا بقى ابتدى يبقبق كده مع نفسه، وابتدى يدبل معايا سيكه. هنزل بايه؟ اول معلقه صلصه اهي، معجون صلصه كده يا جماعه. وطبعا هي مديه لون اصلا عشان انا مقطعه فيها طماطمايه كبيره. وادي تاني معلقه صلصه اهي. وقلبي بقى كل ايه الخضار ده في قلب بعضه كده يا ست البنات. يلا يا قمرية سمعيني الصلاة على الرسول في الكومنتات تاخدي ثواب انا وانتي ناخده كده. وما تنسيش اللايك والشير بتاعك وكومنت حلو من اللي بيشجعني، ربنا يبارك لي فيكم ان شاء الله. طيب بعد كده يا زوزو، بعد كده يا قلب زوزو تعالي بقى ايه نبهر الكلام الجميل دوت. نحط معلقة فلفل اسود حلوة، حبة 7 بهارات، نص معلقة كمون، معلقة كبيرة كزبرة كده هوت ناشفة اهي. وبعد كده بحط حبة ماجي اللي هي البودرة اللي أنا بستخدمها يا جماعة أهي. وقلبي بقى كل ده في بعضه كده أهو. وشم ريحة التوابل بقى مع التومة. وأنزل بكوباية مية عليها، كوباية واحدة مية. بصوا بقى أنا عايزة فيها صوص كده. بصوا الجمال، بجد جربيها وهتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. كانت تحفة وبنشتريها بره غالية جدا. وانزلي بقى بالبطاطس اللي انت حمرتيها في قلب المادة الدهنية بتاعت السجق على الخضار بتاعي دوت. وبعد كده شيلي كل دوت، حطي بس حبة ملح صغيرة كده. وانزل بقى بكل الخضار بتاعي ده بعد ما خد غلوة والتانية على النار. انزلي بقى في صينية يا ست البنات كده هوت، وروحي حطاه اهو. حطيته في صينية بقى كده ونزلت بيه اهو. بصفي بقية الطاسة في قلب الصينية. وبعد كده يا زوزو هتعملي ايه؟ بصي يا قلب زوزو بقى، انا السجق بتاعي مشوحاه ونزل الدهون بتاعته كلها. بسوي الصينية بتاعتي واروح جايبة السجق بتاعي يا قمراية، وابتدي ايه ارصه بقى كده هوت اهو. بصي جنب بعض كده اهو، كل سجقايه جنب اختها. انا مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي، بجد كان تحفه. اعمليها وهتدعي لي. الطاجن ده بيتباع غالي بره جدا يا جماعه، احنا عملناه بطريقه سهله وبسيطه وما فيهاش اي افتكاسات، ومش مكلف زي ما احنا بنشتريه من بره مكلف. وترصي بقى هنا جنب بعض السجق كده اهو اهو. وطبعا انا مولعه الفرن عندي على درجه حراره 180، بس هشمعه بقى شويه في الفرن كده بتاع نص ساعه. وهوريكم بقى هعمل ايه بعد كده. طيب خلاص انا رصيت بقى الجمال ده كله. هتعملي ايه يا زوزو؟ فاضل بقى كام واحده عندي كده بتاخرهم وايه ازنقهم جنب بعض اهو.
بعد كده يا قلب زوزو هخلص بقى ارص السجق بتاعي، سامعيني الصلاة على الرسول كده يا ست البنات، ولايك وشير للفيديو كتير كتير عشان كلنا نستفيد من بعض، كلنا بنتعلم من بعض، دي فكرة انا فكرة انت فكرة. هجيب ورقة فوين وكمري بقى الصينية بتاعتك وايه كده اهو، ودخليها الفرن على درجة حرارة 180. وده كان شكلها يا ست البنات انت وهي لما خرجت من الفرن كانت قمر وتحفة، والطعم حكاية مش قادرة اقول لكم كان طعمها عامل ازاي. عايزة تعملي حبة مكرونة جنبها اعملي، عايزة تاكليها بعيش بلدي كلي، احنا بصراحة كلناها بعيش بلدي كانت يعني مش قادرة اقول لكم وجبة مشبعة وكانت جميلة جدا. وزيني بقى بقرن فلفل سبايسي كده اهو، وبألف هنا وشفا على اللي كل، وبألف هنا وشفا على اللي هيعمل على طريق الزوزو وياكل، ويدعي لي دعوة حلوة من قلبي ولكم بالمثل إن شاء الله. يلا يا ست البنات لايك وشير للفيديو كتير كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.